طبعا مفيش ولا اهلاوي مطمن وقاعد دلوقتي مرتاح حتى بعد ما كسبنا، صح ولا غلط؟ طبعا الكلام مش مرتبط بفوز الزمالك امبارح على المقاولين 6-1. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. من شويه الاهلي كسب الاسماعيلي في الدوري بنتيجه 1-0، وده كده سهل الموضوع اكتر، اللي احنا خلاص ناقص لنا 5 نقط ونحسم الدوري رسميا. طبعا احنا عارفين الماتش الجاي مع الاتحاد السكندري لازم تكسب، طبعا هيبقى ناقص لك نقطتين وتاخد الدوري. الماتش اللي بعديه مع الزمالك يوم 13/7 تكسب الزمالك، يبقى انت كده خدت الدوري رسميا ان شاء الله. هاجي بقى للنقطة الأساسية اللي أنا بدأت بيها الفيديو أصلا. طبعا كل أهلاوي، وطبعا أنا يعني ده رأيي الشخصي، أنا بتكلم على رأيي الشخصي وعلى إحساسي كأهلاوي واللي أنا عارف الأهلاوية بيفكروا إزاي. انا طبعا بقول لك ان احنا قلقانين من مستوى الاهلي، بس قلقانين من مستوى الاهلي مش عشان الزمالك رجع يكسب ولا عشان الزمالك غلب المقاولين 6-1، لا خالص. سيبوكوا بس من 6-1 دي علشان ايه ما تعلقش. انا كل قلقي دلوقتي متهيألي ان انا زي جمهور الاهلي كله من كمية مش اللامبالاة، الرعونة في لعب، في اللعيبة وهي بتلعب. اللعيبه كميه استهتار النهارده رهيبه. محمد عبد المنعم طبعا جسدها في كذا لقطه، بس انا مش هتكلم على محمد عبد المنعم لان انا شفتها في معظم اللعيبه. معظم اللعيبه النهارده كانت بتلعب على الواقف كده ومرتاح، لدرجه تضايق وتنرفز، لدرجه اللي انت كنت ممكن في اي لحظه تدخل الاسماعيلي في الماتش. ليه اصلا انت جبت جون؟ ما تضغط تجيب التاني والتالت، ما تضغط، اضغط اقتل امل الفريق اللي قدامك. لا ده انت يعني حتى الشوط الاول ماشي انت ضاغط وانت اللي ماسك كوره، بس انا ما حسيتش بالخطوره الحقيقيه، ما بقاش عندنا شراسه. انا مش عارف ليه من بعد بطوله افريقيا وكسبت ماتش ولا ماتشين بعد بطوله افريقيا، بعد نهائي دوري ابطال افريقيا، حسيت كده ان الريتم نزل وهدي، ما بقاش فيه نحراره كده زي ما بيقولوا. تحس كده ان اللعيبه من جواها مش فارق معاها، متنبله، بمعنى اصح متنبله، مش عايزين يجروا، مش عايزين يلعبوا، مش عايزين يضغطوا. اوقات كتير قوي بلاقي 2 لعيبه بس جوه. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو ما فيش حد بيتكلم مع اللعيبه ولا ايه؟ خلي بالك احنا مش هنصبر كتير. جمهور الاهلي بيزهق بسرعه وبيتخانق بسرعه. لا، انت تلعب برجوله من اول دقيقه لاخر دقيقه. ماتش المحله زي ماتش النجوم، زي ماتش الاسماعيلي، زي ماتش الوداد، زي كله زي كاس العالم للانديه. انت بتيجي في كاس العالم للانديه تتحول وتلعب وتموت نفسك، وتيجي في الدوري تعمل لي بطه بلدي ولا ايه؟ بطوله افريقيا ماشي، عملت مجهود فيها وكل حاجه وعمل ماتشات كويسه في الدوري، بس انت بقالك ماتشين 3 اللعيبه كلها نايمه. ومحمد عبد المنعم عمل حاجات النهارده الصراحه طلعتنا عن شعوري، بس انا مش هتكلم عليه شخصيا لان انا شفت معظم اللعيبه كده. احمد عبد القادر ذهب ولم يعد، ذهب ولم يعد، انا مش عارف ماله. محمد شريف رغم الكره اللي جت في العارضه، محمد شريف النهارده حسيت اللي هو بيحاول يساعد نفسه، حسيت فعلا اللي هو بيساعد نفسه. احمد عبد القادر النهارده ما جاش. احمد عبد القادر النهارده كان متخصص افساد هجمات. مروان عطيه بسم الله ما شاء الله عليه، فعلا بسم الله ما شاء الله عليه. انا مش عارف ليه لوهله حسيت ان حمدي فتحي هو اللي عمل الفراغ ده، مع انه مش حقيقي. لا ده اللعيبه نفسهم فيهم مشكله، اللعيبه نفسها فيها مشكله. ما علينا، الحمد لله على المكسب وخلاص. حاجه تضايق طبعا غير النرفزه اللي حصلت في اخر الماتش. محمد هاني ما كانش له لازمه يعمل الحركات دي كلها، هم الجمهور بيغلسوا على لعيبه الاسماعيلي. انت مالك يا محمد يا هاني؟ وهو الراجل بقى انا ما غلطش فيه، ما قال لهم مش هننزل. ايه المشكله؟ احنا عايزين دراويش تنزل، احنا ما بنحبش الاسماعيلي بس انت يا محمد هاني ما تتدخلش، اديك خدت انذار. انا مش فاهم اللعيبه دي هتكبر امتى وتعقل امتى. محمد هاني كبير المفروض وكابتن. وبخصوص كلمه حمدي فتحي، احب اقول مبروك حمدي فتحي. خلاص النهارده النادي الاهلي اعلن رسميا انتقال حمدي فتحي للوكر القطري، وعمل الكشف الطبي النهارده خلاص، وهيعملوا مؤتمر صحفي يعلنوا فيه عن الصفقه بتاعت حمدي فتحي. وكده ايمن اشرف كمان مشي، وبرونو سافيو خلاص انتقل بشكل نهائي لبوليفار البوليفي.
وما حصلش اي مشكله زي ما كانوا عمالين يقولوا، بيحاولوا يسوقوا له. الراجل رجع بمليون دولار، انت جايبه بمليون ونص، رجعته بمليون دولار، يعني انت نص مليون دولار الموسم. وما اعتقدش ان هي خساره كبيره قوي، يعني خساره قريبه زي ما بيقولوا يعني. اما بالنسبه للفته جمهور النادي الاهلي في الماتش اللي فات مع فيوتشر لما اتكلموا على موضوع امام عاشور، انا اتبسطت جدا ان جمهور الاهلي هو فعلا طلع نفس رايي. انا ما كنتش عايز امام عاشور، وكنت شايف ان انا مش قادر انساله ولا سامح اللي هو عمله. جمهور الاهلي اكد اللي احنا كلنا على قلب راجل واحد، وكلنا زي بعض، اللي احنا ضد دخول امام عاشور النادي الاهلي. وطلع علينا بقى قنوات الزمالك، قنوات ايه، قناه الزمالك وبرنامج بتاع احمد حسام ميدو، يعظموا في تمثال العجوه الجديد اسوريو. يا ابني انتوا لسه ما اتعلمتوش، يا ابني انتوا لسه زي ما انتوا. اسوريو زي فيريرا زي باتشيكو زي تمثال عجوه، ويقعدوا استغفر الله العظيم يا رب يعبدوه لحد ما يبهدلهم ويجيبهم من الارض، يرجعوا يشتموا فيه ويشوفوا تمثال عجوه غيره. يا جماعه اتعلموا حاجه، اتعلموا من جمهور الاهلي. الاهلي عنده النادي الاهلي نمره واحد، والاشخاص كلهم بعد كده. يعني الاهلي عندنا نمره واحد، يجي بعد كده بقى الخطيب وابو تريكه والناس دي كلها، لو حد فيهم غلط نجيبه تحت رجلينا. اهم حاجه عندنا ونمره واحد هو الاهلي بس. حسين الشحات اتمرد، هتلاقي الجمهور تاني يوم كله بيقول لك امشي، انت نجم الشباك، لا امشي. ابو تريكه انت نجم الشباك، امشي. احنا عندنا الاهلي نمره واحد. يا ريت بس تتعلموا مننا الموضوع ده. ومش هنجيب سيره الموسيقار النهارده، الصراحه هي مش طالباه، هي مش طالباه. انا كنت يعني انا مبسوط ان احنا كسبنا وخدنا الثلاثه بونت، بس انا الصراحه متضايق من الرعونه والاستهتار والقرف اللي انا شفته في الماتش. بس اتمنى ان شاء الله ان مارسيل كولر يشد على اللعيبه شويه، واللي مش عاجبه هيقعد يتملعن كده في الملعب، لا يركن، اركن. انا ليه افضل قاعد 1-0 وحاسس ان انا هيجي فيها جول بسبب اللي انا شايفه ده؟ نعقل كده ونكبر ونضغط ونخلص وما نركبش حد علينا. اظن الرسالة وصلت، الرسالة وصلت. يلا تصبحوا على خير.